لو كفتة الحاتي بتفشل معاكي من بعد الفيديو ده مستحيل تفشل معاكي. هقولك كل أسرار نجاحها متماسكة وطرية من جوه وهشة وجميلة جدا، وهنعملها كمان بكمية كبيرة قوي، وهنعمل معاها سلطة الطحينة. أول حاجة هتروحي عند الجزار وتطلبي كيلو لحمة حمرا، هتطلبي معاها كمان ربع كيلو من اللية أو ربع كيلو من السمين أو ربع كيلو من الدوش، وهتطحنيهم مرتين، ولازم تطحنيهم مرتين. تمام. هنحتاج كمان بصلتين كبار كده، أحمر أو أبيض، وهنطحنهم ناعم جدا ونصفيهم من المية، والمية ما ترميهاش، هنعمل بيها الكفتة. هنحتاج كمان ربع كيلو من البرغل الناعم، لازم البرغل يكون ناعم جدا عشان يديكي نتيجة كويسة. هنغسله غسلة كويسة ونصفيه من المية تماما، لازم يتصفى كويس جدا. هنحتاج معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسود. هنحتاج معلقة صغيرة ممسوحة من السكر، وهنحتاج رشة من الشطة أو رشة من البابريكا. ودي كل المكونات اللي هنعمل بيها كفتة الحاتي. وهنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم وننزل بالبصل، وزي ما قلتلكم لازم البصل يكون متصفي تماما من المية، والبرغل كذلك الأمر عشان تطلع معاكي متماسكة. هننزل بقى بباقي المقادير زي الملح، البيكنج باودر، وكمان الشطة والفلفل الأسود، وهنقلبهم تقليبة كويسة جدا مع بعضيهم. لازم تعجيني كويس جدا، ولو عندك محضرة الطعام يبقى انت كده عملتي واجب مع نفسك بصراحة. هتحطي كل المقادير ديت في محضرة الطعام وتشغليها كده لمدة 7 دقايق. تمام. او لو عندك الكبة اللي انت بتطحني فيها البصل، ممكن تجزئي الكمية دي على مرتين وتطحنيهم في الكبة. تمام. او لو انت هتعجنيها على ايدك بقى لازم تعجنيها 10 دقايق ربع ساعة. والاختبار بتاعها في الاخر ان هي تشوفي الخيوط ديت، ده دليل على انك طحنتيها كويس جدا. تمام. هنحضرها ونسيبها على جنب. وتعالوا مية البصل بقى هنحط عليه ايه؟ رشة من الملح، رشة من الفلفل الاسود، ورشة من البابريكا. تمام كده. وكمان معلقتين من الزيت. هنجيب صينية ندهنها سمنة، وبعد كده نجيب الحديدة بتاعة الشواية بتاعة البوتاجاز، ونبتدي ندهنها من مية البصل، وكمان نبتدي نصب عليها. ممكن كمان تصبعي على الخلة اللي هي التخينة، أو على المبرد بتاع السكاكين، يعني اللي متوفر عندك. بصوا حبايبي، أول حاجة بندهن الحديدة. تمام. وبعد كده بنبتدي نصب عليها، وكمان بندهن صباع الكفتة زي ما شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بجد سهلة جدا الكفتة دي، وطعمها حلو قوي، وكمان بتدي كمية كبيرة ما شاء الله. يعني هتشرفكم قدام كل حبايبكم في العزومات بقى، ايا كان مناسبات، ما شاء الله خطيرة بصراحة. وممكن تسويها على الشواية، ممكن تسويها في الطاسة على البوتاجاز من فوق، وممكن تسويها في الفرن من جوه. انا اول ما ببدأ فيها بكون مشغلة الفرن، لازم تخش الفرن على درجة حرارة عالية جدا، وبتقعد في الفرن تسوية نص ساعة بس مش اكتر، وفي الرف اللي في النص. تمام كده يا حبايبي. وبعد نص ساعة لو مش لقيتيها احمرت، حطيها، شغلي عليها الشواية لمدة دقيقتين 3 كده. تمام. لكن ما تسيبهاش في الفرن مدة طويلة. تمام يا حبايبي. ادعولي استحلفكم بالله، ادعولي ربنا يشفيني، ما بقتش عارفة اصور ولا اسجل على فيديو ولا اي حاجة. قلبي وجعني قوي. ربنا يشفيني ويشفي كل مبتلى يا رب. بصوا حبايبي، الكمية دي كلها ما شاء الله من كيلو لحمة وربع برغل وربع سمين ما شاء الله. مش قلتلكم بتدي كمية كبيرة قوي؟ نص ساعة تسوية في الفرن بس، وشايفين الجمال، اللهم بارك. تحفة، خطيرة خطيرة خطيرة، تجنن. وأثناء ما هي بتستوي بقى بتشم ريحة تحفة، ريحة الشقة بتبقى مقلوبة بصراحة.
من جمالها وحلاوتها وطعامتها، والواحد يقول فيها شعر. عارفين الحلو بزيادة؟ كفتة الحاتي. وتعالوا بينا بقى هنعمل كمان سلطة الطحينة. وكنت عاملة الطحينة الخام على القناة بطريقتين، خشوا شوفوها برضو، ناس كتير عملتها ومعلقالي تعليقات حلوة قوي ان هي عجبتهم يعني وكده. تعالوا بينا بقى نعملها يلا. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. هنحتاج ايه بقى؟ هنحتاج نص كوباية من الطحينة الخام، وهنحتاج عليها نص كوباية من المية، تمام كده. فصين توم بقى تطحنيهم ناعم جدا. وكمان ربع معلقة ربع معلقة من الكمون، اللهم صل على النبي. ورشة بسيطة خالص من الشطة، ورشة بسيطة خالص برضو من الملح. وما تنسيش طبعا الليمون، هنحتاج كده عصرة ليمونة واحدة. واحنا حطينا كمان معلقتين صغيرين من الخل، تمام. الخل والليمون في عمل سلطة الطحينة بيخلوها طعم حلو قوي، بيخلوا لها طعم جميل. وكمان برضو الكمون وجوز الطيب بصراحة بتبقى تحفة. والثوم برضو مضاد حيوي وفاتح للشهية، ولا مغذية جدا يا جماعة. جربوا الطحينة، سلطة الطحينة بالطريقة دي خطيرة بصراحة. انا بحب القوام دوت اللي هو ايه، لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، ما شاء الله جميلة. هبتدي بقى ايه اعمل لها الزواق الاخير، اللي هو ايه بقى، رشة من جوز الطيب ورشة من الشطة ورشة من الكمون. وبكده نكون قدمنا سلطة الطحينة مع كفتة الحاتي، حاجة بجد خطيرة خطيرة خطيرة. قولي خطيرة من هنا للسنة الجاية، وقولي تجنن برضو. لا بجد قولوا اللي نفسكم تقولوا كله، لانه ده الحلو بزيادة والله. هنا بقى رشيت في الصينية كده اعواد كزبرة او اعواد بقدونس، وابتديت رصيت عليها بقى ايه كفتة الحاتي الخطيرة دي، ما شاء الله اللهم بارك. إيه، حطوا لي لايك بالله عليكم، استحلفكم بالله حطوا لي لايك واشتركوا في القناة، قناة جديدة وبأمر الله تكبر بيكم وليكم. انا بعمل اكل بيتي برضو بسوقه، يعني ادعولي دعوة حلوة كده ولكم بالمثل، ربنا يحسن ما بين ايديكم ويحسن ما بين ايديا يا رب. كل اللي بيطلبها مني بصراحة بيبقى يعني فرحان وسعيد للغاية والله. ممكن تقدموا معاها رز اصفر، ممكن تقدموا معاها مكرونة. انا بقدم معاها بصراحة سلطة طحينة او سلطة زبادي وسلطة خضراء ورز بشعرية. أكلة جميلة جدا بصراحة، وعيالي بيعشقوها، وأي حد والله لو جربتوها بطريقتي يعني هتحبوها قوي. صحة وعافية عليكم، مع السلامة.